عمرك تخيلتي بلي الأمان اللي خاصك تلقاه في داركم يقدر يتحول لأكبر جحيم في حياتك؟ عمرك تخيلتي بلي الأب خاصه يكون هو السند والركن الدافي، يرجع هو سبب دمار دار جوع الولاد؟ الأخ اللي خاصه يكون الحامي مجرد من إنسانيته تحول لكائن بلا ضمير. القصة ديالنا قصة واقعية مؤلمة بزاف، قصة كتعري على أقصى أنواع المعاناة تقدر تعيشها طفولة بريئة وسط بيئة مسمومة. قصة بعنوان إنسان الحيوان. قصرينا كيفاش جشع الإدمان والشهوة الشيطانية قدروا يخرجوا الحيوان في وسط الإنسان، كيفاش أم مكافحة عرفت كالجبل تحمي ولادها، كيفاش ديك الطفولة مدمرة كبرات كتقلب على حملات في علاقات فاشلة تنزل عليها فرج الله اللحظة ما كانتش متوقعة. توج القصة بنهاية سعيدة وزواج رجع لبسان قلبها. الله الدراري والدريات معكم كاس ديال القهوة مقاد، الكاس ديالها من هنا دو الضواء والصوت مزيان، ركزوا معايا في كل كلمة كل تفصيلة حيت أقسم بالله القصة غتقيس في كل واحد فينا. البداية أسيل كانت عايشة طفولة نسبيا زوينة، حتى لسن 10 سنين. الأب كان كيخدم طعام مستقرة، أم جالسة مقابلة والداتها، لكن فجأة الشيطان كيدخل دار. هذا حافة القمار إدمان الحشيش غيرت الملامح ديالو، رجعت العصبية هي اللغة الوحيدة في الدار. اسم الخدمة طلع في جسد اللئيم الأم اضطرت تخرج تخدم تكافح باش توكل ولادها. 3 الصغار الكبير فيهم يلاه عنده 12 عام. كل مرة كانت الأم كترجع من الخدمة ترجع بجراح ذاتها، عينيها حمرين من الطرب يعني ومرزان تكرفات اللي الأب تكي بها أثاث قطعة بقطعة باش يقمر كما يدار خوات. رجعت بحال يلاه غتسكن. الأم قررت ترفع دعوى طلاق حيت حياتهم بالرزق لهذا مشى. الأب فضل في الأول دار المعارضة، ولكن بعد جلسات في المحاكم تم الإطلاق. استقلت الأم بولادها 3 كافحت باش تقريهم وتكبرهم بكرامة. بردود وليدات البنت الصغيرة أسيل كانت يلاه في السادس ابتدائي، وهنا فين غتوقع الفاجعة الكبرى اللي غتهز كيا للبيت. بغات هذه القصة عنوان إنسان الحيوان. الأخ الكبير بدل ما يكون سند الأم حامل أختها الصغيرة، غياب الأب تحول لكائن شهواني مجرد من الإنسانية الأخلاق. بدا كيتحرش بأختها الصغيرة جسديا. دار غفلة من الأم. الطفولة ديال أسيل تهرست ذاك النهار، لكن لحسن الحظ أم عاقت بالحادثة. شفت بعينيها داك الشيء الصادم. غوتات قامت قيامتها في وقت الولدة وقفة حازمة طرد ذاك السلوك الشيطاني. لكن الصدمة النفسية كانت أعمق، لا تمحى بكلمات لبنيتها الصغيرة. اللحظة تغيرت حياتها 180 درجة، مشى الأمان من قلبها كليا. 3 سنين برو الولاد، خرج يخدم. البنت الصغيرة بقات مكملة قرايتها، لكن الجرح داخلي كان كينزف. صمت أسيل حيت عاشت حنان الأب، حيت تعرضت للغضب قرب الناس. هي أب لا أختها كيبان ليها حب في الشارع كخشبة خلاص. بدات تقلب في عيون الشباب الرجال على داك الحنان الأمان اللي تحرمت منه في صغرها. لكن هاد الطريق كان أكبر فخ طاحت فيه كاع العلاقات اللي دخلات ليهم، كانوا كيساليو بدمار نفسي شامل. كانت كتمشي بنيتها كتلاقى مع ناس كيبغيو يستغلوها يتفلاو عليها، ترجع كل مرة كسورة الخطر دمر كليا بصحتها بسيتها. تقررت في الأخير تقطع موضوع الحب ارتباط كليا، ننسى شي حاجة سميتها رجال. داز الوقت ودخلت سنة جديدة. أسيل كانت طاوي صفحة رامية كليا، ركزت على راسها قرايتها. كل الأمر بالأقدار الإلهية كانت مخبية لها تعويض جميل. بالصدفة لقات مع شاب في راسه، شاب طريف بزاف، كان مختلف تماما على كاع النموذج اللي شافت في حياتها. ما كانش باغي منها حاجة استغلالية، عمر طلب منها شي حاجة تمس كرامته، أماني بكلامات تعاملات الصادقة اللي كيبان منها الحب الحقيقي النقي. أسيل أول مرة حسيت بأمان صادق بدون خوف ولا شك، ورجعت فرحة ضحكة لقلبها. بعد سنوات طويلة من الجفاء بالظلم، الأمر ما وقفش غير عن إعجاب لا حب بارد. الشاب طريف يثبت الأفعال قبل الكلمات. كملوا قرايتهم، مشى مباشرة قصد دارهم. دق زيت بيد أسيل من أمها، كلمة بكل احترام وتقدير. أم اللي شافت الصدق والأخلاق هاد الشاب دموع الفرحة نزلوا من عينيها، حيت حاسات بلي ربي أخيرا كيعوض بنتها لكاع العذاب ظلم اللي شافته صغرها. دارت الخطوبة وعرس زوين. أسيل لبسات لباس الأبيض وهي طايرة بالفرحة. في ديك اللحظة ديال الزواج أسيل شافت في عيون راجلها عرفت بلي ربها كيكافئها شخص كيحاميها كيحترمها كيعطيها الأمان، الاحتواء اللي تحرمت منه سنين. أسيل اليوم شبه الله رجل صالح، برات معه ونور حياته. تبدلات المعاناة القديمة بيت هادئ مليان بالحب وسكينة. خوتي وخواتي أسيل، هذه قصة أسيل معبرة تحت عنوان الإنسان الحيوان. فقدان الأمان، الاضطراب العاطفي لطفل كيتجرد من حنان الأب، تعرض للخيانة الأسرية، التحرك العقل الباطني يدخله في رحلة بحث هستيرية عن التعويض العاطفي. شي كيجعله يتساءل علاقات السامة في المستقبل، حيت كيكتشف الذات ديالو. التعافي بالحالة، الاحتواء الصديقي، الشفاء النفسي حقيقي للأسيل. جينات من اللي تلاقات مع شريك يقدر يقدر قيمة الأمان والحالة. هاد العلاقات الصادقة مبنية على الاحترام هي الوحيدة القادرة تمحي آثار الصدمات القديمة. الأم هي السند، هي إجلال. كل أم مكافحة كتواجه
الجبال باش تحمي ولادها قدم من الضياع. عود الإله حقيقي أمل طالب الظلم مهما كانت قسوات الماضي، الانتهاكات اللي عشتيها، فرج الله كينزل في الوقت المناسب. العرض يكون أجمل مما تخيل. حالات يبان الأمان أساس الحب. الراجل الحقيقي واللي كيدخل من الباب العريض يعطي الأمان للشركة ديالو بدل ما يستغلش الجرح ديالها. كانت هذه قصة أسيل، نتمنى نريحكم، احفظ وليداتكم كل شر، رزقكم الأمان والسكينة. العود الجميل تهلاو ليا في راسكم، خليو شي لايك وكومونتير، بارطاجيو مع الناس اللي كتبغيو. السلام الله عليكم. هذه قصة قديمة.